قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر، بركاته على جميعنا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح به. يا رب خلصنا، يا رب سهل طريقنا. الله الرب أضاء علينا. باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد. آمين. وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فرأت الحجر مرفوعا عن القبر، فأسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولست أعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا. فسبق التلميذ الآخر بطرسا وجاء أولا إلى القبر، وانحنى فنظر لأكفان موضوعة، ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه، ودخل القبر ونظر لأكفان موضوعة، والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان، بل ملفوفا في موضع وحده. فحينئذ دخل التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر، فرأى فآمنا، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات.
فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما. أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر، فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحد عند الرأس والآخر عند الرجلين، حيث كان جسد يسوع. موضوعا. فقال لها: يا امرأة، لماذا تبكين؟ فقالت لهما: إنهما أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء، فنظرت يسوع واقفا، ولم تعلم أنه يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة، لماذا تبكين؟ ومن تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته ونأخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهما أني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب، وأنه قال لها والمجد لله دائما.